هيحصل لك إيه لو عشت شهر واحد بس من غير خوف؟ مفيش رعشة قبل امتحان، مفيش قلب بيدق قبل مكالمة مهمة. سيبني أقولك من تجربة حقيقية حصلت لواحدة اسمها SM. سنة 2010 فريق في جامعة أيوا بقيادة الباحث جاستن فاينستن اكتشف امرأة عندها مرض نادر دمر جزء صغير في دماغها اسمه اللوزة الدماغية. من غير الجزء ده هي عاشت عمرها كله من غير ما تحس بالخوف ولا مرة واحدة. مسكت تعبان بإيدها زي ما انت بتمسك قلم، اتعرضت لسرقة بسكين مسلط على رقبتها، ومشيت بعدها عادي من غير كابوس، من غير رعشة. حاولوا يخوفوها بأفلام رعب بغرفة مليانة عناكب، صفر استجابة. يبان الكلام حلم صح؟ حياة من غير خوف يعني حياة من غير قيود. بس اللي حصل لها بعد كده كان عكس كده تماما. هي كانت بتاخد قرارات كارثية كل يوم، بتثق في ناس غرباء بسرعة غريبة، بتقرب من مواقف خطر من غير أي تردد. ليه؟ لأن الباحث أنطونيو داماسيو أثبت إن جزء كبير من قراراتك اليومية مبني على إحساس داخلي بالخطر، مش على تفكير منطقي بس. من غيره أنت بتاخد قرارات أسوأ مش أحسن. يبقى لو عشت شهر من غير خوف فعلا هيحصل لك ده بالظبط. هتعبر الشارع من غير ما تبص يمين وشمال، هتوافق على أي عرض شغل مشبوه من غير ما تحس بخطر، هتقرب من حيوان مفترس، من حد غريب، من موقف مالي خطير بنفس الثقة اللي بتقرب بيها من صحابك. الباحث جوزيف ليدو من جامعة نيويورك قضى عمره كله بيدرس اللوزة الدماغية دي، ووصف الخوف بأنه أسرع نظام إنذار عندك، أسرع من تفكيرك الواعي. جدك الأول اللي مخافش من الصوت الغريب جنب الكهف ببساطة ما كملش يوم تاني. يعني اللي بتحس بيه دلوقتي، القلق ده، التردد ده قبل قرار مهم، مش عيب فيك. هو نفس النظام اللي حمى كل جد من أجدادك من آلاف السنين، ولسه شغال جواك بنفس الكفاءة بالظبط. فرق كبير بين الشجاعة وبين انعدام الخوف. الشجاع مش اللي ما بيحسش بالخوف، الشجاع هو اللي بيحس بيه وبعدين بيمشي قدام برضه. فالمرة الجاية اللي هتحس فيها بقلبك بيدق بسرعة ما تحاربوش، هو مش خلل، هو أقدم نظام حماية موروث فيك من أول إنسان مشى على الأرض دي. السؤال مش إزاي تتخلص منه، السؤال هو إزاي تسمعه من غير ما يوقفك تماما. لأن اللحظة اللي تفقد فيها الخوف خالص مش هتبقى حر، هتبقى في خطر حقيقي تماما زي ما حصل لSM.